كلنا حبينا كشري فاطمة وونيس وحكاياته، كرهنا عوض وبخله. على مدار سنوات الدراما المصرية قدمت لينا كتير من المسلسلات الناجحة اللي لسه بنشوفها لحد النهاردة. والمسلسلات دي الشهد والدموع مش مجرد مسلسل عادي، ده حكاية كل بيت مصري. مسلسلنا ناقش قضية مهمة جدا، وهي أكل مال اليتيم، وده اللي ظهر في شخصية حافظ، رمز الشر والطمع في المسلسل. حافظ قتل شوقي بظلمه وسرق حقه. قصدك ايه يا زينب؟ قصدي انت عارفه كويس قوي يا اخو شوقي. على كل حال انت حزينه واعصابك تلفانه، واجب برضه نستحملك. لا، حزن مالوش دعوه يا ابن الحاج رضوان. حزن ما حد شافه ولا هيشوف منه حاجه. حزن هيفضل في قلب سكينه مغروسه كاتمه الجرح وكاتمه الوجع لحد ما اجيب اللي شوقي مات بحسرته وارجع اللي اتخطف منه. ساعتها بس هشد السكينه وافتح الجرح واسيب الدم يسيل ولساني ينطق الاه بعزم ما فيه. دموعي هتنزل من عينيا تبل الارض قدامي في كل خطوه. ساعتها بس هيموت شوقي واحزن عليه. لكن طول ما الحق ضايع ومخطوف، شوقي هيفضل عايش وهيدور على اللي وقعوا في الضلمه ونصبوا له الخيه. وانا مالي انا؟ بتقولي لي الكلام ده بمناسبه ايه؟ ليه؟ مش انت اخو شوقي وعم ولاده؟ مش انت اللي فاضل لنا؟ هكلم من غيرك واشوف على مدار جزئين المسلسل قدم لينا شخصيات كتير اتعلقنا بيها، والفضل في ده كله يرجع لأسامة أنور عكاشة، اللي قدم لينا شخصية رائعة زي زينب، الأم اللي قررت تربي ولادها بعد جوزها ما مات لوحدها، واشتغلت خياطة وكافحت عشان توصل أولادها لقمة المجتمع. برغم كل المآسي اللي مرت بها الشخصية طول أحداث المسلسل، إلا أنها انتصرت في النهاية على حافظ ودولت، وثروتها هي اللي فضلت وعاشت عشان يدوق حافظ الدموع وزينب تدوق الشهد. ولو اتكلمنا عن الأداء التمثيلي لعفاف شعيب في الشخصية، فهي ما كانتش بتمثل، دي كانت عايشة الدور بكل تفاصيله. لما تتفرج عليها فعلا هتحس انها ست بيت مصرية، وبرغم صغر سنها إلا أنها قدرت تقنعنا إنها أم خالد زكي ومحمود الجندي اللي كانوا أكبر منها في السن. شخصية حافظ رضوان اللي قدمها لينا يوسف شعبان ما نقدرش نقول بس إنها من أحسن الشخصيات في الشهد والدموع، دي من أحسن الشخصيات في الدراما المصرية. شخصية حافظ شخصية جمعت بين الخير والشر، لا هو شر مطلق ولا هو خير مطلق. تركيبة حافظ النفسية بتقول إنه شخص مادي، حبه الأكبر هو الثروة والسلطة، وده اللي خلى الشر يتمكن منه طول أحداث المسلسل عشان يسرق حق أخوه شوقي ويموته بحسرته، وتكون الغلطة دي أكبر غلطة ليه في حياته. ولكن في النهاية بيقرر حافظ إنه يتخلص من لعنة المال اللي فرق بينه وبين أخوه، وأخيرا بينتصر جانب الخير في حافظ. منه له جاي رايح، منه له. دولت كانت هي الشر المطلق في المسلسل، شخصية اتصفت بالغل والحقد على زينب وولادها، ونقدر نقول إنها كانت الشيطان اللي بيحرك حافظ ويوسوس له بالشر. أسامة أنور عكاشة قدر إنه يقدم لينا الحارة المصرية بشكل جذاب ويكتب شخصياتها بحرفنة، زي ما شفنا الميكانيكي والعجلاتي وصاحب القهوة. بيقولوا إن الأجزاء التانية من أي مسلسل بتكون أضعف من الأجزاء الأولى، لكن الشهد والدموع كسر القاعدة دي تماما، والجزء التاني تفوق على الجزء الأول، وكان أبرز نجومه نسرين وخالد زكي اللي كل المشاهدين حبوهم. قصة حب أحمد وناهد تعتبر من القصص المعقدة في الدراما المصرية. ناهد كانت بتحب أحمد بكل إخلاص وعايزة تعالجه من كل الحقد المترسب جواه ناحيتها وناحية إخواتها، لكن براءتها كلفتها كتير، وأحمد استغلها كسكة عشان ينتقم لأبوه وياخدها وسيلة يرجع بيها حقهم اللي نهبوا عمهم. مشهد صدمة ناهد في أحمد وهو بيطلعها في الصباحية كان من أكتر المشاهد المحزنة في المسلسل. جزء من الدين القديم، عشان كده ورقة الطلاق هتكون في ايدي النهارده. ناس كتير كرهت خالد زكي بسبب دوره، وده اللي نقدر نقول عليه ممثل شاطر قدر يخلي الجمهور يخلط بين شخصيته والدور اللي عمله. كمان المسلسل عرض لينا فترات تاريخية مهمة زي النكسة واللي حصل بعدها.
شفنا في المسلسل قد ايه احوال مصر كانت وحشة بعد حرب 67 وحالة الاحباط اللي كانت مسيطرة على كل الناس في الشوارع. المخرج اسماعيل عبد الحافظ عرض لينا مشهد النكسة وزينب بتودع حسين، والاخراج في المشهد ده كان رائع. اسماعيل عبد الحافظ بمشهد بسيط زي ده قدر يوصل لينا مدى بشاعة النكسة وأثرها السود على مصر. الأحداث السريعة في مسلسل الشهد والدموع خلاه مسلسل من غير ملل، كل حلقة بنشوفها بيحصل فيها كذا حدث، ودي حاجة ما بنشوفهاش في مسلسلات الوقت الحالي اللي بتعتمد على تيمة ال30 حلقة. كمان المسلسل شهد ظهور مميز لمجموعة من الوجوه الجديدة زي إبراهيم يسري وعبلة كامل وتحية الأنصاري. وقدر إبراهيم يسري في أول دور ليه في مشواره الفني إنه يجسد لينا شخصية صعبة زي هاني الانطوائي اللي كل أهدافه في الحياة إنه يلاقي الحب والاهتمام من والده ووالدته، كأنه بيلاقي الحب ده عند عفاف سكرتيرة والده. وهنا بنشوف تشابه قصة حب هاني وعفاف من قصة حب شوقي وزينب، البنت اللي من عيلة فقيرة اللي بتخطف قلب ابن الأغنياء ويتجوزها. ماهيتي وماهيته هيكفوا يا حافظ بيه. ده انتوا اتفقتوا على كل حاجة اهو. والفرح امتى بقى ان شاء الله؟ الليلة يا بابا، احنا لسه جايين من عند المأذون. عملتها تاني يا شوقي. كمان شفنا التحول اللي حصل في شخصية هاني في آخر مشاهده في المسلسل لما حافظ راح له يستنجد بيه من سمير أخوه، لكن هو ما قبلش بعرض والده وكلمه بكل ثقة ورزانة. وهنا بتتغير شخصية هاني تماما بعد ما اتعالج من عقدته وبعد عن حافظ ودولة. أكتر الحاجات اللي ميزت المسلسل هي أغنيته اللي كتبها سيد حجاب، اللي كانت بتعبر عن قصة المسلسل والصراع اللي داير بين الخير والشر. وما ينفعش ننسى صوت علي الحجار اللي خلى الأغنية لون رائع. كملته موسيقى عمار الشريعي. سنة 2020 أعلنت عفاف شعيب عن تحضيرها الجزء الثالث من الشهد والدموع، لكن للأسف المشروع ده ما اكتملش بعد ما اعترضت أسرة الراحل أسامة أنور عكاشة على تنفيذ المسلسل، وده طبعا بسبب خوفهم على تراث والدهم وعشان ما يكرروش نفس غلطة الجزء السادس من ليالي الحلمية. وفي نهاية الفيديو حابب أسألكم، لو الشهد والدموع ما كانش تمثل بنفس أبطاله، هل كان هيبقى بنفس القوة اللي احنا شفناها؟ اكتبوا لي رأيكم في التعليقات.